بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعًا بطولة العرب المنتخبات سعيد جدًا بالتواجد الجماهيري، بطولة نجحت من قبل ما تبدأ بسبب التواجد الجماهيري الكبير. مصر النهارده المنتخب بتاع حلمي طولان، الكابتن حلمي طبعًا الكابتن هنا أبو ريدة جابه يكيد الكابتن حسام حسن به. طبعًا عشان اللي أنتم عرفتوه إن الكابتن حلمي ما كانش عاجبه الكابتن حسام وقال تصريحات. اللي أنا عايز أقوله باللي أنا شُفته النهارده وبالاختيارات بتاع الكابتن حلمي طبعًا، هيفشل الكابتن حلمي فشل ذريع، والنهارده فشل مع منتخب ضعيف جدًا، جدًا. كل التحية لمدرب الكويت، هو الأفضل النهارده من حيث المباراة. هو والحكم اللي كان بيدير المباراة. الأسوأ طبعًا اللاعب رقم 7 في الكويت، لإنه أعاد منتخب تاني إنه يتعادل. ولكن هو المدرب بقى لازم يعني، وكان المدرب مذيع بيقول عليه أفضل لاعب 7 ده. كمان كابتن حلمي طولان هو الأسوأ النهارده برضه. اللي أنا عايز أقوله الكابتن هاني أبو ريدة الراجل اللي بيدير الكورة في مصر أو اللي بيدير الكورة عامةً يعني الفاسد ده هيفشل وهينجح إن شاء الله الكابتن حسام حسن، رغم عدم قناعتي إن هو مدرب كبير الكابتن حسام. هو ممكن يكون لعيب كبير الكابتن حسام، وده سبب دايمًا نرفزته وعصبيته، ولكن هو مش مدرب أحسن حاجة. ولكن ممكن ينجح بنيته الطيبة. تصريحاته، كلامه، كل الكلام ده بيثبت إن هو مش مدرب كويس، ولكن هو كان لعيب كبير. وده اللي مخلّيه دايمًا متعصب ومتنرفز، ولكن إن شاء الله ممكن ينجح بالنية الطيبة لو هو مخلص من جوّه يعني. اللي أنا عايز أقوله إن كابتن حلمي طبعًا بيبدأ النهارده بتشكيل بسام، علامة استفهام كبيرة إن عواد طبعًا هو اختاره، وهو أصلًا ما ينضمش عواد. كمان علي لطفي. اختيارات الكابتن حلمي كلّها أنا باشوفها مش كويسة. النهارده لو بنتكلم على بداية التشكيل، الونش لازم يبدأ من الماتش اللي جاي. لازم أبني بقى على الفرقة النهارده، لإن النهارده الكويت يعتبر أقل فريق. عشان حماس لعيبة المنتخب وبتلعب بروح مش طبيعية يا جماعة، وده اللي دايمًا أقوله، إن اللعيب المصري أمّا بيتحط تحت ضغط يلعب، بس هو المشكلة بتبقى في الراجل اللي بيدير المباريات وتدخُّله في الماتشات والكلام ده. كابتن حلمي طيب جدًا، بيطلّع النني، سايب السولية طول الماتش. ما فيش مشكلة. المهم من الماتش اللي جاي لو هو مدير فني بيشتغل صح، مروان يبدأ على حساب محمد شريف، وكريم فؤاد يبدأ على حساب عمرو السولية، والونش يبدأ على حساب رجب نبيل، ويشتغل ويدير المباريات. عنده قفشة ياخد بعض الدقايق على ما يرجع فورمة قفشة في مكان كريم. الولد ميسي برضه ممكن يطلع ويلعب كريم. كريم ده إضافة كويسة جدًا. يعني ولكن خلّينا نصبر ونشوف الكابتن حلمي العجوز الكهل الكبير. وشكرًا والسلام عليكم ورحمة